السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جيت ومعايا السر اللي بزاف منكم تيسولوني عليه. واش كتعاني من تصبغات ديال الشمس؟ واش بغيتي جسمك يرجع موحد وناعم بحال الحرير؟ اليوم غنشارك معكم الصابونيه الملكيه اللي كنخدمها بيدي بمكونات طبيعيه كتعطي مفعول كيبان من اول استعمال. خليكم معايا حيت المكون اللي غنضيفه في الاخير هو السر الحقيقي اللي كيخلي هاد الصابونيه مختلفه على اي وحده جربتيها من قبل. وباش نوجدوا هاد الصابونيه غنحتاجو نصف صابونه الضوف، ملعقه صغيره النيله الزرقاء وضروري تكون اصليه باش ما تصبغش لك الجسم ديالك، ملعقه صغيره شبه مطحونه، ملعقه كبيره الرز مطحون، 2 معالق كبار نيدو، ملعقه كبيره ديال النشا، ملعقه صغيره زيت اللوز المور، وملعقه صغيره من زيت الورد. ندوزو دابا لطريقه التحضير، والطريقه سهله. حكي نصف صابونه ديال ضوف وزيدي عليها كاس ديال الماء يكون مغلي مزيان، وبداي تحركي حتى تذوب الصابونه وتولي بحال الكريم. دابا نزيدو المكونات الجافه، زيدي نيدو والروز والشبه والنيله والنشا، خلطي كلشي مزيان حتى يتجانس الخليط. وفي الاخير ضيفي زيت اللوز المور وزيت الورد. هادو هما السر اللي كيخلي للصابونيه ريحه خياليه وترطيب عميق. ندوزو دابا للتطبيق. دخلي للدوش وفزكي جسمك بالماء دافي ودهني هاد الصابونيه على الجسم ديالك كامل. خليها من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه كافيه باش المكونات يتفاعلوا ويعطيونا النتيجه المطلوبه. ومن بعد ديري حركات دائريه خفيفه بيديك وغسلي بالماء دافي، غتحسي بالفرق من اول استعمال. والنعومه والصفاء اللي غتلاحظي غيصدمك. البنات، اهم نصيحه كنعطيها لكم هي بعد ما تخرجي من الدوش ضروري ترطبي الجسم ديالك. البشره كتكون محتاجه للترطيب باش تحافظي على النتيجه اللي وصلتي ليها. واستعملي اي كريم مرطب كان عندك، واستمتعي ببشره رطبه وخاليه من التصبغات الصيف كامل. الغزالات، كنتمنى من قلبي تجربوا هذه الوصفه حيت بصح كتستاهل. وهذه هي طريقتي الخاصه باش نحافظ على جسمي في الصيف. وما تنساوش تشاركوني النتيجه في التعاليق لتحت، راني كنقراهم كاملين. وشكرا بزاف على وقتكم وعلى المتابعه. والى عجبكم الفيديو فرحوني بلايك وبارطاجيو مع البنات باش كلشي يستافد. كنبغيكم بزاف، ونتشوفوا في الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم.